الأمني المواكب لعملية تفكيك قاعدة لقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في شمال مالي، ومرفوع إلى الأمين العام للأمم المتحدة 10:27 من هذا اليوم، تأكد أن وزير الدفاع في حكومة باماكو اليوم أكد أن هناك تخوف كبير من طيران الرافال الفرنسية في سماء مالي، وأن هذا ناتج عن طيران موازي للسخوي 30 الجزائرية، وهذا الذي يعني أن الرافال الفرنسية تعد الآن بعيدة كل البعد عن أداء أي مهمة ولو للمواكبة. وهذا الذي نقله وزير الدفاع الذي يعتبر إلى الآن هو رجل موسكو بتعبير جون أفريقي، في مقال لها في 16 من مارس 2022 لنجد الخزينة الأمريكية تؤكد أن له جنسية فرنسية. وزير الدفاع المالي حسب الخزينة الأمريكية له جنسية فرنسية. وفي كل الأحوال فإن وزير الدفاع المالي اليوم يؤكد على إبعاد فرنسا للرافال ولطيران مواكب لمثل هذه الخطوة من طرف الأمم المتحدة لتواجد مناورات أيضا للسخوي 30 الجزائرية. ما قاله ساديو كامارا، ويعتبر هو الرجل الثاني بعد غويتا، الرجل الثاني في القيادة الجديدة في مالي، واليوم فيه نوع من لي ذراع ما بين رئيس هذه المرحلة الانتقالية في مالي غويتا وما بين كامارا. وواقع الحالي أن هناك أيضا لي ذراع ما بين كل الحاكمين الآن في مالي وفي معركتهم لتحرير المعادن ضد اللوبي الكندي على وجه التحديد. فيما في الاتجاه الآخر هناك دعم قوي بعد وصول 50,000 طن من القمح القادم من موسكو، وبهذا يمكن تحرير الشعب الأفريقي من المجاعة أولا ومن الضغط انطلاقا من المواد الغذائية من أجل تحرير الموارد الطبيعية والمعادن النفيسة التي يجب إعادة تقديرها وإعادة تقييمها وإعادة تثمينها بما يناسب هذه المرحلة على وجه التحديد. إذا هناك في نظر الجميع ليل الذراع ما بين كل من الحاكمين الجدد الآن في باماكو وما بين اللوبي الكندي من جهة، وثانيا هناك ليل ذراع ما بين رجل موسكو كامارا وغويتا من جهة ثانية، خصوصا وأن هناك من يرغب في إطلاق تشكيل جديد في الساحل يعطي الجزائر دورا متقدما لجيشها في المنطقة. هذا كله ناتج عن توصيتين مباشرتين نقلهما غويتا من مكالمته مع بوتين، بحيث أن حفظ ما سمي بالدور الجزائري الهام والحاسم في الساحل، وهذه مسألة ذكرها بالحرف. المسألة الثانية أن هناك دعم سيتواصل من أجل إبعاد الضغوط الغربية خصوصا عبر المواد الغذائية، وبتحرير أفريقيا والساحل من معركة الغذاء سيحارب الأفارقة معركة المعادن النفيسة على حد ما سرب من مكالمة بوتين. واضح جدا أن بوتين في نظر الغرب لم يتحدث بشكل مباشر، إنما هي رسالة نقلت إلى غويتا. في كل الأحوال الآن فإن هناك تقرير أمني مباشر من الأمم المتحدة لتحريك الجزائر السخوي 30، ورغم أن الجزائر تدعم الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة، فإن تفكيك قاعدة أوغاسوكو في موبتي في هذه المنطقة المالية
سيعود بشكل واضح جدا على أمن المنطقة، إذ إبعاد قوات الأمم المتحدة التي أتت بها فرنسا ولم تأتي من طرف الشعب المالي أو من طرف قيادته. الأمر يتعلق بعملية فرنسية على أراضي مالي، نقلت بعدها فرنسا هذه المهمة إلى الأمم المتحدة وحاولت أن تجعل من هذه المهمة مهمة لكل الاتحاد الأوروبي. إذن هذا هو التطور الكرونولوجي أو التاريخي لمثل هذه الخطوة. ولذلك فإن الشعب المالي اليوم يرى أن تقديره سيتم عبر إبعاد كل العناصر الأجنبية أو العوامل الخارجية في القرار المالي، وهذا أصبح مهما للغاية. المسألة الثانية أن هناك دعم للخطوات التي تراها الجزائر بخصوص شمال مالي، وأن الديمقراطية وغير ذلك من باقي مسار المصالحة الذي قادته الجزائر سيكون له الأثر في حال إبعاد تهديدات الأمنية على كل من ساكنة شمال مالي وجنوب الجزائر، وهذا الذي يجب أخذه بعين الاعتبار. في الاتجاه الآخر فإن هناك تمثيل يريده الآن كاميرا أن يكون على شكل قنصل في شمال مالي من جهة، وأيضا محاولة تعزيز التواجد الجزائري من أجل تأمين الحدود بشكل كامل، لأن هذه العملية مشتركة مع الجيران، كل جيران مالي، وهذا الذي يراه الماليون أيضا في النيجر. لذلك حماية النيجر ومنع الحرب عن النيجر هو الجزء الذي يجعل من كل حرب على دولة النيجر حرب على كل من بوركينا فاسو ومالي، وهذا يشمل أيضا جميع الحلفاء وضمنهم أيضا الجزائر. إذن عندما يذكر كاميرا أن الحليف الرئيسي اليوم بعد انسحاب الأمم المتحدة ستكون الجزائر، أن التغطية الجوية التي تمنع الرافات الفرنسية هذا كله يخدم القرار السيادي لدولة مالي. إذن التقرير الأمني الذي يجعل من الجزائر داعمة وبشكل قوي جدا لدور الأمم المتحدة في باقي الملفات، ويمكن الاعتماد على الأمم المتحدة وعلى كل الشرعيات الدولية لحل كامل الأزمات في أفريقيا، فإن الجزائر لا ترى بأي حال إلا وحدة التراب المالي. هذا أمر صريح ولا غبار عليه، وكل المشاكل الأخرى يجب أن تحل انطلاقا من هذا القرار. إذن الأمر هنا بالنسبة لآخر التطورات جاري بها العمل الآن، خصوصا أمام منع الرافال ومحاولة الوقوف عند خطوط حمراء في طيران فرنسا في اتجاه شمال مالي، والمقصود تماما الشمال المالي الجنوب الجزائري، كل هذا منع نهائيا. فعندما حاولنا الاستفسار حول طيران السخوي 30 في هذه المنطقة الحساسة، رأينا أن هناك تقرير آخر حاول أن يعمل عليه الآن المجلس الحاكم، وهو مجلس عسكري على العموم انتقالي في باماكو. رأى أن الطائرات المقاتلة الجزائرية حمت بشكل واضح ليس فقط الحدود المشتركة، وإنما أيضا العمق الذي انطلقت منه أغلب صناعات الإرهاب الفرنسي بين قوسين. فنحتفظ بهذه الجملة لأن الأمر بالنسبة على الأقل للحاكمين الآن في باماكو فإن هناك نوع من لقاء المصالح ما بين كل من فرنسا من جهة وما بين هذه التنظيمات، ليس فقط في شمال مالي والتي وصلت إلى تومبوكتو وهددت تومبوكتو، وإنما أيضا لأن من الضروري إبعاد الأجنبي الآن فورا وبدون شروط، وهذا هو المهم.
وإدماج ما سمي بالأمن الإقليمي الشامل، والذي يعطي للجزائر الحق في إبعاد هذا التأثير الأجنبي القاتل. وفي جولتين على الأقل فإن الرافال الفرنسي اليوم ممنوع من سماء مالي ومن شمال مالي، ولو تحت ما سمي بحماية ومراقبة وضع هذه القوات الأممية. فإن الجزائر عبر السخوي 30 أبعدته بشكل كامل مثل هذه الخطوة الفرنسية، والتي لا تعد إلا مبررا حقيقيا بالنسبة للرافال في استخدام الأجواء. وهكذا فإن إبعاد الرافال من مالي كليا، وأيضا تعزيز مناخ منطقة الشمال انطلاقا من التفاهم المتقدم مع دول الجوار، كل هذا يفيد أمن الإقليم. وهذا الذي أعطى أسلوبا آخر لمنع الحرب على النيجر انطلاقا من التوازن الجديد الذي خلقته السخوي 30 في مقابل الرافال الفرنسية. هذا هو التطور الاستثنائي الذي أبعد فرنسا عن عمل قواتها كغطاء جوي لصالح تفكيك هذه القواعد المنسوبة إلى الأمم المتحدة. إذا بالنسبة للجزائر فهي تسهم بشكل واضح في جعل قدرات الأمم المتحدة هي التي تفكك هذه القواعد دون تغطية جوية من مقاتلات فرنسية هي الآن مبعدة كما يقول وزير الدفاع المالي، لأن هناك السخوي 30 التي تضمن نفس الغطاء بالنسبة لقوات الأمم المتحدة. ويرى على الأقل وزير الدفاع أن مثل هذا الغطاء سيكون له الشرعية المباشرة في مثل هذا العمل نتيجة ما سمي بالتأمين المشترك للحدود المشتركة ما بين مالي وما بين جيرانها. وهكذا فدول الجوار اليوم تأخذ بعدا آخر بعد الذي حدث مع النيجر، ووقوف بوركينا فاسو ومالي إلى جانب النيجر، واعتبار أي حرب ضد النيجر حربا ضد بوركينا فاسو ومالي. واليوم يحاول أيضا الماليون توسيع منطقة دول الجوار إلى حدود إبعاد الرافال الفرنسي وإبعاد الأمم المتحدة وقواتها. ودائما ما أعطى كاميرا المبرر انطلاقا من العمل الجزائري المتقدم الذي سيحمي تفكيك كل القواعد دون أي تأثير ومن أي نوع من الأطراف المعادية لوحدة مالي وأيضا لأمن الإقليم، والذي يشير مباشرة إلى هذا التعاون الأمني لمنع التنظيمات المتطرفة من اختراق الحدود المشتركة المالية الجزائرية. مع الشكر الجزيل وإلى اللقاء.